حبايبي طلبة أولى إعدادي، دلوقتي هنبدأ مع بعض مراجعة شهر إبريل. هنراجع على يونت 9 و 10. هركز معاك على أهم الكلمات الموجودة في التو يونتس دول، وكمان هلملك الجرامر حتى لو انت ما ذاكرتش حاجة طول الترم، عشان هديك مفاتيح لدروس الجرامر تقدر تحل بيها أي سؤال. عايزاك تركز معايا كويس جدا في الفيديو ده لحد الآخر، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان يوصلك فيديو الأسئلة اللي هنطبق فيه مع بعض. يلا بينا دلوقتي نبدأ مع بعض المراجعة بتاعتنا. يلا بينا دلوقتي هنبدأ أول حاجة معانا وهو يونت 9 الوحدة التاسعة. أول حاجة هنشوفها هي أهم الكلمات اللي موجودة في اليونت. عندك الجدول ده بيقولك المين فوكابولري، الكلمات الأساسية أو الرئيسية في الوحدة. تعالى كده ناخد مع بعض أول كلمة. عندنا أول كلمة اسمها text message. text message معناها رسالة نصية اللي هي بتجيلي على الموبايل، دي احنا عارفينها. كلمة entrance معناها بوابة الدخول، البوابة اللي أنا بدخل منها أي مكان. كلمة feelings، وفيلينجز معناها المشاعر، الحاجات اللي أنا بحس بيها زي بقى الحزن، الفرح، الغضب، الحاجات دي كلها feelings. عندي كمان كلمة fake. fake معناها مزيف. أقول لك ما تبقاش fake بقى. يعني إيه ما تبقاش fake؟ يعني ما تزيفش، ما تبقاش حد تاني غير نفسك. كلمة good cause. good cause معناها قضية نبيلة. يعني ايه يا ميس قضية نبيلة؟ يعني حاجة كويسة، حاجة تستاهل الدعم، زي مثلا ان انا اجمع تبرعات عشان حد مريض وتعبان يعني وعايز مثلا ادوية، او مثلا ان انا اساعد حد يتيم. كل دي اسمها ايه؟ قضايا نبيلة، حاجات كويسة بعملها للناس بتفيد الناس وبتفيد كمان المجتمع. زي مثلا لما اقولك I'm donating for a good cause، أنا بتبرع لقضية نبيلة، بتبرع لحاجة تفيد حد أو حتى المجتمع. عندي بعد كده كلمة difference، و difference معناها اختلاف أو فرق. كلمة difference معناها اختلاف أو فرق. كلمة crowdfunding. crowdfunding يعني تمويل جماعي. إيه هو التمويل الجماعي؟ هم مجموعة أشخاص بيتبرعوا لصالح مشروع معين، وده غالبا بيتم من خلال النت. كلمة arrangements، و arrangements معناها ترتيبات، الحاجات اللي أنا برتبها. كلمة raft، و raft معناها الطوف اللي هو قارب من جذوع الشجر، مركب معمولة من جذوع الشجر. كلمة peace، و peace معناها السلام أو السكينة. عندك كمان background. background معناها الخلفية، زي مثلا خلفية الموبايل بتاعتك، دي اسمها background. كلمة real، و real معناها حقيقي، حاجة حقيقية. طب left out. left out معناها منبوذ، مثلا شخص مش مرحب بيه في المكان ده فهو كده left out. طب include. include معناها يشمل أو يتضمن. كلمة care، و care معناها يهتم أو يكترث، يهتم بحاجة أو يهتم بحد. كلمة offer، و offer معناها يعرض. support، و support يعني يدعم، بدعم حد، بساعد حد، بسنده. طب كلمة raise. raise معناها يجمع فلوس. يجمع ايه؟ يجمع فلوس أو يجمع تبرعات يعني. كلمة spread، و spread معناها ينشر. هنشر ايه يعني؟ زي مثلا لما اقولك don't spread rumors among people، ما تنشرش الإشاعات ما بين الناس. كلمة servant، و servant معناها الخادم أو الخادمة، الشخص اللي بيخدم مثلا في مكان. كلمة share، و share معناها يتشارك أو يتقاسم، بيشارك حد حاجة. كلمة trick، و trick معناها يخدع، أنا بخدعك يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بعمل trick. طيب دي كده كان الجدول بتاع أهم الكلمات اللي موجودة في يونت 9. ندخل على الجدول اللي بعد كده. عندنا الجدول ده بيكلمني على الإكسبريشنز، وإكسبريشنز معناها التعبيرات. يعني إيه التعبيرات؟ يعني مثلا عبارة عن جملة أنا مش هقعد أفصصها وأترجم كل كلمة فيها ترجمة حرفية، لا، أنا ببقى عارف معنى الجملة دي على بعض إيه.
عندنا كمان الكولوكيشنز اللي هم التركيبات نفس الكلام، وعندنا البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. كل كلمة مثلا بيجي معاها حرف جر معين، فلازم أكون عارف حرف الجر الخاص بيها، مش هقعد أحط إن وآت وأون وباي والحاجات دي على مزاجي. تعالى بقى نمسكها كده واحدة واحدة. أول كلمة عندنا keep a promise، ده أول expression، أول تعبير. keep a promise معناها يوفي بالوعد بتاعه، يوفي بالوعد. make a plan، و make a plan معناها يحط خطة. feel left out، feel left out معناها ان انا حاسس ان انا منبوذ، حاسس ان انا مش مرحب بيا مثلا في المكان ده. make a difference، و make a difference معناها بيحدث فرقا، بيعمل فرق في حاجة. raise money، كنا قايلين في البيج اللي فاتت ان raise money معناها يجمع فلوس، يعني من الاخر بيجمع تبرعات. طب tell a story، tell a story معناها بيروي قصة، بيحكي قصة. طب make decisions، make decisions يعني بيتخذ قرارات، بياخد قرارات في حياته. face to face، بقول لك ايه، انا مش هينفع معايا كلام الشات ده، انا لازم اقابلك فيس تو فيس كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. يعني ايه فيس تو فيس؟ يعني وشي في وشك، نتقابل يعني. يبقى فيس تو فيس معناها وجها لوجه اخر، وشي في وشك. look down، وكلمة look down معناها ينظر الى، يبص لتحت. on social media، جينا بقى عند الكلمة اللي تقريبا بنتلخبط فيها كل يوم مع صحابنا. لما اجي مثلا اقعد مع صحابي واقول لهم هو انتوا ما شفتوش الفيديو الجديد ده منتشر قوي على السوشيال ميديا؟ لا يا معلم، انت فاهم غلط. هي ما اسمهاش سوشيال ميديا، امال اسمها ايه؟ اسمها سوشيال ميديا. سوشيال ميديا زي مثلا لما اقول لك this video is going viral on social media، الفيديو ده منتشر والناس كلها عمالة تشيره على الايه؟ على السوشيال ميديا. طيب بعد كده قلنا سوشيال ميديا طبعا معناها وسائل التواصل الاجتماعي، احنا دي عارفينها بقى، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والحاجات دي كلها. طيب pay for معناها بيدفع فلوس من اجل حاجة، بدفع مثلا فلوس عشان اشتري هدوم. move away، كلمة move away معناها ينتقل لمكان آخر، بيروح مكان تاني. down the river يعني أسفل النهر. on a raft معناها على متن الطوف، اللي هو يعني موجود على المركب اللي معمولة من أغصان الشجر. at peace، ينفع أقول in peace؟ لا، بقول at peace معناها في سلام أو في سكينة. طب along the way معناها في أثناء الطريق أو أثناء السفر، في سكتي يعني من الآخر. دول كده كانوا أهم expressions, collocations and prepositions اللي موجودين برضو في unit 9. ندخل على برضو الجدول ده، والجدول ده أكيد مهم جدا عليك، اللي هم إيه بقى؟ conjunction of verbs. يعني إيه conjunction of verbs؟ يعني تصريفات الأفعال. إحنا قلنا عندنا 3 تصريفات للفعل: البريزنت المضارع، الباست الماضي، والبي بي أو الباست participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. طب أنا هنا جايب لي conjunction of irregular verbs للأفعال الغير منتظمة. احنا طبعا كنا عارفين ان في افعال منتظمه ودي اللي بزود لها دي اي دي اي اي دي، لكن الافعال الغير منتظمه دي انا بحفظها زي ما هي. هنا عندي كلمه يفقد، بيفقد حاجه، بيخسر حاجه يعني lose، والباست lost، بي بي برضو lost. كلمه يلتزم او يفي اللي هو يوفي وعد، يعني keep، وkeep الباست بتاعها kept، والبي بي برضو kept. كلمة يحضر، ايه يحضر دي؟ يجيب. يعني لما اقول لك it's raining outside، الجو بيشتي بره، bring your jacket with you، هات الجاكيت بتاعك معاك. يبقى كلمة bring معناها ايه؟ يحضر او يجيب. طب والباست brought، بي brought، bring brought. طب كلمة يسمع يعني hear، والباست heard، بي heard. طب كلمة ينشر خبر، كنت لسه من شوية قايله لك don't spread rumors among people، ما تنشرش الإشاعات ما بين الناس. طب spread الباست بتاعها برضو spread، والبي spread مش هتتغير. كلمة يترك أو يغادر، يسيب،
يعني leave والpast left PP left. لازم تكون عارف شكل الفعل في المضارع وفي الماضي وفي التصريف الثالث ليه. نيجي بقى هنا، جايب لي هنا الورد الكلمة والسينونيم. ايه يا ميس السينونيم دي؟ سينونيم يعني المرادف. وجايب لي في الجدول ده الانتونيم اللي هو التضاد، العكس يعني من الاخر. يبقى الكلمة والمرادف بتاعها اللي هيديني نفس المعنى والتضاد او العكس. طب يلا بينا. كلمة بوابة دخول، احنا قلنا ان بوابة الدخول اسمها entrance. طب يا ميس هو في كلمة تانية تديني نفس المعنى؟ تعالوا اما نشوفها. كلمة entry. entry هيها entrance يعني بوابة الدخول. طب عكس بوابة الدخول بوابة الخروج، صح؟ هخرج. وكلمة مخرج يعني exit. يبقى كده الكلمة مرادفها عكسها. طيب كلمة متضايق أو منزعج يعني upset. طب والسينونيم هيها برضو unhappy. upset هيها unhappy. طب وعكس حد متضايق؟ حد مسرور، حد فرحان. يبقى عندي pleased. pleased يعني مسرور. عندك كمان كلمة happy اللي احنا كلنا عارفينها، وعندك كمان كلمة glad برضو يعني مسرور. طب كلمة يدعم. يدعم يعني أساند حد، أساعد حد في حاجة. طب بدعمك يعني أنا كده بسبورت you. support يعني يدعم. طب والانتونيم aid هيها aid. طب وعكسهم oppose يعارض. عكس أنا بأيدك في حاجة وبدعمك، أنا بعمل إيه؟ بعارضك، مش متفقة معاك. لسوء الحظ unfortunately. طب السينونيم unluckily. والانتونيم fortunately لسوء الحظ unfortunately. عكسها fortunately لسوء الحظ لحسن الحظ. كلمة مغامر. مين يا ميس المغامر ده؟ حد بيحب يجرب حاجات جديدة، حاجات مختلفة، مش حد تقليدي. طب المغامر ده يعني adventures. والسينونيم daring. طب والانتونيم cautious. ايه بقى cautious ده؟ يعني حد حريص، حد مخلي باله من كل حاجة. لو انا مش بعرف اغامر واجرب حاجات جديدة يبقى انا كده ايه؟ حريص، بخلي بالي من كل حاجة انا بعملها، باخد حذري يعني. طب كلمة ودود. ودود يعني friendly، حد كده سهل ان انا اتعرف عليه وبيكون شخصيته كويسة واسلوبه حلو في الكلام. طب السينونيم بتاعها nice. والانتونيم العكس unfriendly. unfriendly معناها غير ودود. دول كده اهم السينونيمز والانتونيمز، المرادفات والتضاد او العكس. نيجي بقى هنا، عندي حاجة اسمها prefix وsuffix. ايه البريفكس والسافكس دول؟ قال لي البدايات والنهايات. ايه برضو البدايات والنهايات؟ يعني مثلا انا دلوقتي بيكون عندي كلمة بزود عليها حاجة يا اما في الاول يا اما في الاخر عشان تديني حاجة تانية. مش فاهم حاجة؟ تعال اما نشوف. عندي مثلا كلمة national. national معناها قومي. طب انا زودت لها في الاول بداية اللي هي مين؟ اللي هي enter. ادي البدايه بتاعتي اللي هي مين؟ اللي هي enter. طب enter دي عملت لي ايه؟ خلتني بدل ما كانت كلمه national معناها قومي خلتها دولي. حلو. طب ايه تاني؟ قال لي مثلا كلمه predict. كلمه predict معناها يتنبأ. طب انا بتنبأ يعني انا كده ده فعل، صح؟ ده فعل اهو. طب هتعملي ايه بقى في الفعل ده؟ قال لي عادي هحط له ION، والاي او ان هنا هتحول لي الفعل الاسم. يعني بدل ما كلمة predict يتنبأ، لا انا احط لها ION هخليها prediction. prediction بقى يعني التنبؤ، فانا هنا حولت الفعل لاسم. طب كلمة anger. anger اصلا لوحدها معناها الغضب، والغضب ده اسم، صح؟ طب انا عايزه اوصف شخص ان هو غضبان، هعمل ايه؟ قال لي هتقولي angry، هتحطي ry، طبعا هتشيلي الاي وهتحط ry. تمام؟ يبقى انا هنا حولت الاسم لصفه، وصفت حد. طب كلمه differ. differ معناها يختلف. طب وبعدين زودت لها ence.
طب ال ENCE برضو عملت ايه؟ قال لي حولت لي الفعل الاسم، بدل ما كلمة differ يختلف خليتها difference اختلاف. طب ايه كمان؟ كلمة arrange معناها بيرتب، طب انا زودت لها MENT خليتها ايه؟ خليتها arrangement، وarrangement معناها ترتيبات، يبقى انا حولت الفعل الاسم. طب كلمة adventure يعني مغامرة، طب أنا عايزة أقول على حد إن هو مغامر، هعمل إيه؟ قال لي بسيطة، هتحط لها OUS، هتخليها adventurous. طب adventurous يبقى أنا كده حولت الاسم اللي هو مغامرة لصفة مغامر. كلمة origin معناها الأصل، ده برضو اسم، طب زودت لها AL خليتها original معناها حاجة أصلية، يبقى أنا برضو حولت الاسم لصفة. طب كلمة journal معناها الدفتر، المجلة، طب هنا أنا زودت لها LIST، LIST هنا خلتها لي صحفي، journalist يعني صحفي، يبقى هنا بتشير للوظيفة أو للشخص، وظيفته إيه؟ صحفي. طيب كلمة brave يعني شجاع، لما أقول لك you are brave أنت شجاع، طب دي كده صفة صح؟ أنا بوصفك إنك شخص شجاع، حطيت لها RY خليتها bravery. يعني إيه bravery؟ يعني الشجاعة، يبقى أنا حولت الصفة لاسم. يبقى احنا قلنا كده ان البريفكس والسافكس دول عباره عن بدايات والنهايات، بحطهم في بدايه الكلمه او حتى اخرها عشان بقى يحولوا لي الفعل مثلا لاسم او صفه، يحولوا لي الصفه لاسم، يدوني عكس المعنى زي ما هنشوف، وهكذا. دلوقتي بقى احنا خلصنا اهم الكلمات اللي موجوده في اليونت واهم حروف الجر واهم التعبيرات وكل ده. طب انا دلوقتي عايزه اخش على اهم دروس الجرامر، اهم الجرامر اللي عندي في اليونت. ايه هو؟ قال لي انك تتكلمي عن الفيوتشر. ايه هو الفيوتشر؟ عن المستقبل. وعندك هنا في اليونت هيقول لك ان في 3 حاجات ممكن اتكلم بيهم عن المستقبل، انا بقى عايزه اقولهم لك على رواقه. تعالى كده مع بعض هنسكيب كده دول دلوقتي وهنشرح دلوقتي على رواقه سوا. قال لي هنا الفيوتشر المستقبل. فيوتشر يعني ايه؟ يعني المستقبل. طيب أنا بتكلم عن المستقبل إزاي؟ قال لي هتتكلمي عن المستقبل ب3 حاجات، ماشي لحد دلوقتي؟ ادي 1 2 3. طيب وبعدين؟ أول حاجة هتستخدم كلمة will والinfinitive، دي أول طريقة هتكلم بيها عن المستقبل بإيه؟ بwill والمصدر، infinitive يعني مصدر، will معناها سوف. طب الطريقة التانية قال لي هتستخدمي be. مين be ده؟ be ده اللي هو verb to be، اللي هو فعل يكون. هنعمل كده، هنكتب be في circle كده فوق، دي كده في الانفينيتيف، ده أصل الفعل. في المضارع بيبقى ليه 3 أشكال اللي هم am و is و are، وفي الباست أو في الماضي am و is بيتحولوا ل was و are بتتحول ل were. تمام؟ وانا هنا will عايزاها في الانفينيتيف بعدها، عايزه الفعل بعدها في المصدر، فانا هختار مين؟ اكيد هختار بي. طيب يبقى هنا كمان عندنا هنستخدم بي اللي هو verb to be اللي هما مين؟ am و is و are. طب وبعد كده هنروح حاطين going to، وبعد كده الانفينيتيف المصدر، يبقى be going to والمصدر. طب ثالث حاجه قال لي هتستخدمي ال present continuous. ايه ال present continuous ده؟ المضارع المستمر. هو ده اللي جابه هنا، هقول لك في الاخر. عندنا هنا ال present continuous هنستخدم be اللي هو برضو verb to be اللي هو am و is و are، وبعد كده هنحط الverb او الفعل في ing. تمام؟ طب أنا دلوقتي بقى هديك مفاتيح لكل حاجة عشان تعرف تحلهم بمنتهى السهولة. تعالى كده نشوف إيه المفاتيح بتاعتنا أو إيه الكلمة اللي هتميز كل واحدة في دول. والمصدر أنا هسميها 3 حاجات، إيه هما؟ هسميها دلوقتي وعد، إحساس.
احفظ بقى الكلمات دي عشان هتجيب معاك من الآخر. هسميها إيه؟ دلوقتي وعد إحساس. طب be going to والمصدر هسميها ناوي. أنا عندي النية حاضرة. طيب be وverb ing هسميها متأكد. حلو كده؟ ده كده خلاصة الدرس. الفيوتشر والمصدر be going to والinfinitive وverb to be وكمان معاه verb ing. طيب تعالى بقى نمسك كل واحدة في دول نفهم ايه القصة بتاعتها. تعالى بقى دلوقتي نبدأ بأول حالة فيهم اللي هي مين؟ future with will. هنبدأ الأول بالfuture with will. هنتكلم الأول بwill. أول حاجة عايزاك تعرفها هي الفورم، وفورم يعني التكوين. طيب التكوين بتاعي بيكون ازاي؟ قال لي هتحطي السبجكت، وسبجكت يعني فاعل، والفاعل ده يا إما noun اسم أو pronoun ضمير. بعد السبجكت هتحطي لي كلمة will، وويل أول ما تشوفها حط دايرة قد وشك. ليه حط دايرة قد وشي يعني؟ أول ما أقول لك الكلمة دي ده معناه إن اللي أنت حطيت عليه دايرة هيجي وراه الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر من غير أي إضافات. طب حلو، اديني مثال بقى عشان أفهم أكتر. هقول لك مثلا he will go to school tomorrow. هو هيروح المدرسة بكرة. دي كده عندنا أول جملة. طب حلو، أنا كده عرفت الإيه؟ عرفت الفورم، عرفت التكوين. طب جميل، المفروض إن أنا أعمل إيه تاني أو أعرف إيه كمان؟ المفروض إن أنت تعرف النيجاتيف. نيجاتيف يعني النفي. إزاي إن أنا أنفي بقى الجملة اللي أنت كاتباها فوق دي؟ عايزة مثلا أقول هو مش هيروح المدرسة بكرة، أعملها إزاي؟ تعال أما أقول لك. بمنتهى السهولة هتكتب برضو تاني السبجكت، ادي الفاعل. طيب وبعد الفاعل هحط كلمة will زي ما هي، وهزود لها كلمة not. will not. طب فيها اختصار؟ كلمة won't. won't دي كده اختصار كلمة will not. طب ودول اكيد برضو خلاص عرفنا ان هيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف، الفعل في المصدر. نفس الجملة دي هثبتها لك تحت، بس أنا هنا هنفيها. يعني هقول he won't go to school tomorrow. هو مش هيروح المدرسة بكرة. يبقى أنت هنا كلمة will عرفت الفورم التكوين بتاعها، وعرفت النيجاتيف النفي بتاعها. طب إيه تاني اللي أنا محتاج إن أنا أعرفه؟ أهم حاجة أنت محتاج تعرفها اليوسج. يوسج يعني الاستخدام. يوسج يعني الاستخدام. يوسج يعني الاستخدام. هو أنا أصلا بستخدم will دي في إيه؟ بستخدم will في إيه؟ قال لي في 3 حاجات. ما تنساش إن will إحنا كنا مسميينها دلوقتي وعد إحساس. تعالى بقى نشوف ايه دلوقتي وعد احساس ده. قال لي هنا عندك اول حاجه الكويك decisions. يعني ايه يعني الكويك decisions دي؟ كويك decisions معناها قرارات سريعه، قرارات بتاخدها بسرعه. زي مثلا لما اقول لك oh no لا he fell down، ده وقع، I will help him، انا هساعده. هو أنا كنت قاعد في البيت عمالة أفكر لو أنا شفت ولد واقع هساعده ولا لأ؟ أكيد لأ طبعًا. أنا شفت الولد واقع قدامي فعلى طول قلت إيه؟ أنا هساعده. ده قرار سريع. طب هديك example كمان. لما يجي يقول لك I'm hungry، أنا جعان، صح؟ I will make a sandwich، أنا هعمل سندوتش. هو أنا كنت قاعد عمالة أفكر إن أنا لو جعت هعمل سندوتش ولا لأ؟ لأ برضه، ده قرار سريع. أنا جعت قمت عملت سندوتش. طب مثال كمان I have a headache، أنا عندي صداع. I will make some coffee،
ايه I will make some coffee، يعني ايه هعمل لي بعض القهوة، هعمل لي شوية قهوة. كنت قاعد برضو بفكر لو انا صدعت هعمل قهوة ولا لأ؟ لأ. ده اسمه ايه؟ ده اسمه quick decision، قرار سريع. طب ايه كمان؟ ده بقى اللي احنا بنسميه دلوقتي. ايه دلوقتي ده؟ حاجة دلوقتي، هو وقع دلوقتي فانا قومته، انا ساعدته. انا دلوقتي جعت فبناء عليه اخدت قرار سريع ان انا عملت سندوتش. دلوقتي انا صدعت فاخدت قرار سريع ان انا عملت قهوة. طب تاني واحدة، عندنا هنا في تاني واحدة البروميسز. وكلمة promises معناها الوعود. معناها ايه؟ الوعود. انا بوعدك بحاجة، زي مثلا انا دلوقتي ساعدت الولد ده وقومته فلقيته متعور، فهو كان خايف فقلت له ايه؟ don't worry، ما تقلقش، I will call your mother. يعني ايه I will call your mother؟ هكلم لك مامتك. انا هنا عملت ايه؟ هنا انا اديته promise، اديته وعد ان انا هكلم له مامته. طب جملة كمان، لما اجي مثلا ماما تدخل عليا كده تلاقيني نايمة ومش شاغلة بالي بأي حاجة ومخلية الأوضة بتاعتي تضرب تقلب، فتقعد تصحيني من النوم وتقول لي قومي روقي الأوضة اللي انت نايمة فيها دي، ايه اللي انت عاملاه ده؟ فأنا طبعا صاحية مش فايقة كده، مش مستوعبة أصلا هي بتقول لي ايه. فأقول لها I swear، I swear I will tidy the room when I wake up. When I wake up يعني ايه؟ فتحت عيني كده بنص عين، رحت قايله لها ايه؟ يا ماما اوعدك ان انا لما هصحى من النوم هرتب الاوضه. هنا انا عملت ايه؟ عملت وعد. طب another example، مثال كمان، صحابي عمالين يزنوا عليا عشان اروح معاهم البلاي ستيشن وانا عندي امتحانات، هسيب الامتحانات واروح؟ انا عارفه ان انتوا بتعملوا كده بس يعني المفروض ما ينفعش. فانا هقول لهم ايه؟ انا هوعدكم ان انا لما اخلص امتحانات هروح معاكم البلاي ستيشن. We will go to the playstation، هنروح البلاي ستيشن when I finish my exams، لما اخلص امتحاناتي. هنا برضو انا عملت وعد، اديتهم كلمة. يبقى ادي اهو تاني استخدام لويل اللي هو الوعد. طيب يلا بينا بقى دلوقتي على تالت واحدة، وهي ايه؟ قال لي تالت واحدة اسمها prediction without evidence. وكلمة prediction without evidence معناها التنبؤ بدون دليل. أنا بتوقع حاجة بس أنا ما عنديش دليل دلوقتي عليها. زي إيه مثلا؟ الميس بتاعتنا مأكدة إن إحنا عندنا امتحان وكله عارف ده. يجي كده واحد صاحبي وإحنا في الدرس قبل ما الميس تيجي يقول لنا إيه؟ يا جماعة ما تقلقوش، I think، أنا أعتقد، I think there is no exam today. ما تقلقوش يا جماعة، أنا يعني أعتقد إن مفيش امتحان النهاردة. فإحنا نسأله طب يا ابني حد قالك؟ لا. طب يا ابني الميس كلمتك أو أنت كلمتها قالت لك إن مفيش امتحان؟ لا برضو. طب أنت بتقول الكلام ده بناء على إيه؟ هو بيعمل إيه؟ هو بيقول أي حاجة، بيقول أي كلام، أي حاجة. يبقى أي حاجة دي اللي هو إحساس، هو عنده إحساس إن مش هيكون في امتحان فهو قال أي حاجة، قال إن مفيش خلاص امتحان. فده كده اسمه إيه؟ تنبؤ من غير دليل. يبقى دول الثلاث استخدامات بتاعة كلمة will والإنفينيتيف. تعال أما أقولك، لو دلوقتي قلتلك أنا هشوف فيلم النهاردة في السينما، ده معناه إن أنا ناوية أشوف الفيلم ولا أنا جبت التذكرة ورتبت وخلصت كل حاجة؟ ده بقى بالظبط الفرق ما بين be going to وما بين ال present continuous اللي هو be والverb plus ing. تعالى بقى نفهم ايه الفرق ما بين الاتنين. لو انا دلوقتي جيت قلت لك I'm going to watch a movie tonight. ايه الكلام ده؟ يعني I'm going to watch a movie tonight. بصوا، انا ما اشتريتش التذاكر وما رتبتش لاي حاجه، بس انا عندي النيه
ان انا النهارده هتفرج على الفيلم في السينما، صح؟ حلو. يبقى طالما انا عندي النيه يبقى هتستخدم be going to. طب امال المثال التاني قال لك I'm watching a movie. I'm watching a movie with my friend. هتفرج على الفيلم مع صاحبي at 7 p.m. الساعة 7. بصوا احنا حجزنا التذاكر ورتبنا وظبطنا كل حاجة وهنتفرج مع بعض على الفيلم الساعة 7. يبقى لو انا رتبت هستخدم ال present continuous اللي هو verb to be والفعل معاه ing اهو. هنا عندك verb to be و going to والمصدر، لكن في الجملة التانية عندك verb to be وال ing على طول وشكرا. يبقى أنا لو ناوي be going to، لو أنا رتبت verb to be ing. طب تعالى كده نعرف الموضوع بشكل أوسع شوية. أول حاجة هبدأ بيها اللي هي ال future with be going to. future with be going to. هعمل ايه انا بقى هنا؟ سهله وبسيطه. اول حاجه هتعرفها اللي هي الفورم، وقلنا فورم معناها التكوين. طيب ايه هو التكوين؟ قال لي هتقسمي السبجكت اللي بتبدأي بيه الجمله لثلاث حاجات. هتقسميه ل I، ادي السبجكت اهو، هقسمه لثلاثه، ل I وهي وشي وإت وأني singular noun أي اسم مفرد، وذي ووي ويو وأني plural noun أي اسم جمع. بعد دول هحط مين؟ هحط be اللي هو verb to be. طب I بتاخد am، he وشي وإت is، they ووي ويو are. وبعد كده هروح حاطط كلمة going to. وبعد going to يجيلك الفعل في الانفينيتيف في المصدر to وراها مصدر على طول. يبقى احط السبجكت verb to be going to والانفينيتيف. طب انا لو عايز انفي دي كده في الاثبات، طب انا لو عايز انفي هعمل ايه؟ سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه. بعد am و is و are هحط كلمه not. هقول am not is not are not. انا كده خلاص نفيت. طب ناخد جملتين على الموضوع ده. هنا he is going to visit أسوان. هو هيعمل ايه؟ هو هيزور أسوان، هو عنده النية. احنا قلنا ان be going to اسمها ناوي، انا ناوي ان انا اعمل الحاجة دي. طب هنا في النفي هقول he isn't going to visit أسوان. هو مش هيزور أسوان، هو ما عندوش النية أصلا. يبقى ده كده في النفي وفي الإثبات. طب نخش على اللي بعده. إيه اللي مطلوب مني أعرفه تاني في be going to؟ أهم حاجة الاستخدامات، اليوسج بتاعتها. قال لي يعني يوسج يعني الاستخدام. طيب ايه هي استخداماتها؟ برضو استخداماتها ثلاث حاجات. الثلاث حاجات بيتلخصوا في الانتنشنز intentions يعني النوايا، انا عندي النية. زي مثلا لما اقول لك she is going to the gym after school، هي هتروح الجيم بعد المدرسة. هي عندها النية وعارفة ان هي رايحة الجيم، ولكن هي مرتبتش لأي حاجة. قال لي ممكن تقولي الجملة اللي بنكررها كل سنة اللي هي I'm going to learn a new language this year. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ناوي ان انا اتعلم لغة جديدة السنة دي، انا هتعلم لغة جديدة السنة دي، انا عندي النية بس انا لسه مرتبتش. يبقى اول حاجة عندنا الانتنشنز. طيب وبعدين غير الانتنشنز بقى؟ قال لي تاني حاجة عندك البلانز، وبلانز يعني الخطط.
طب يعني ايه بقى الخطط دي؟ يعني مثلا لما اقول لك we are going to visit our relatives next week، احنا هنزور اقاربنا الاسبوع الجاي. انا عندي النية ان انا ازورهم، ولكن انا لسه ما حددتش اي حاجة ولا رتبت معاهم. طب جملة كمان، لما اقول لك she is going to the mall، هي هتروح المول to buy عشان تشتري something شيء ما for an occasion، هي رايحة المول عشان تشتري حاجة لمناسبة عندها. تمام؟ دي كده الخطة بتاعتها، هي مخططة ان هي رايحة المول عشان تجيب حاجة المناسبة. طب هل هي مرتبة؟ هل هي عارفة هتروح الساعة كام؟ مثلا هتروح امتى؟ لا، هي مش مرتبة لأي حاجة، بس هي عندها ايه؟ عندها النية. طب تالت واحدة وأهم واحدة كمان، تالت واحدة قال لي بقى عندك البريدكشن، برضو التنبؤ، بس المرة دي with evidence، بدليل. احنا قلنا ولا التنبؤ بدون دليل، لكن هنا في be going to انا بتنبأ بدليل. زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي طلعت كده بصيت من البلكونة لقيت الجو مغيم على الاخر، حلو، فانا هقول لك ايه؟ it's going to rain soon. It's going to rain soon، هتمطر قريب. ليه؟ عشان it's cloudy. الدنيا مغيمة. It's going to rain soon، هتمطر قريب. طب جملة كمان، you see the traffic، شايف الزحمة. we are going to be late for class، احنا هنتأخر على الدرس. طب ايه الدليل بتاعك؟ ان انت شايف السكة زحمة قدامك، فانت طبيعي هتتأخر على الدرس. يبقى احنا دلوقتي كده خلصنا اللي هي be going to. طب الحاجة التانية اللي بتلخبطنا برضو اللي هي the present continuous for future arrangements. طب ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه الحزن اللي احنا فيه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا، ولا حزن ولا اي حاجة. عندك ال present continuous with future arrangements اللي هو المضارع المستمر، عشان تتكلم بيه عن الترتيبات المستقبلية. ان احنا قلنا خلاص واتفقنا ان انا لو ناوي اعمل الحاجة يبقى be going to، لكن انا لو مرتب لها يبقى verb to be plus ing اللي هو المضارع المستمر. طب هنا ايه التكوين بتاعه؟ بمنتهى السهولة. التكوين برضو هتحط السبجكت، هتحط الفاعل، هتحط السبجكت الفاعل، والسبجكت عندك قلنا متقسم 3 حاجات خلاص، اللي هو I وهي وشي وإت، وعندك كمان they ووي ويو. بعدهم هيجيلي مين؟ هيجيلي verb to be. I هتاخد am، he وشي وإت هياخدوا is، they ويو هياخدوا are. شكرا. طب وبعدهم هيجيلي الفيرب معاه ing، وحذاري حذاري حذاري تلاقي am وis وار تحط لي وراهم الفعل في المصدر لو سمحت. الفعل وراهم بيجي فيه اضافات اللي هي ing. طب احنا اتعودنا لو انا عايزه انفي المنظر ده هعمل ايه؟ بعد am وis وار سهله هروح حاطط كلمه not. بس كده خلاص. طب انا دلوقتي هستخدم المضارع البسيط ازاي عشان اتكلم عن المستقبل؟ هتستخدمه في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجة قال لي future plans. ايه هي الفيوتشر بلانز دي؟ الخطط المستقبلية، وخطط مستقبلية قريبة اللي هو المستقبل القريب يعني. طب ايه الكلام ده؟ لما اجي مثلا اقول لك they are flying to Dubai next summer. هم هيسافروا دبي الصيف الجاي.
هما ايه؟ هيسافروا دبي الصيف الجاي. دي بقى حاجة متأكدة، معاهم الباسبور، ظبطوا كل حاجة ورتبوا كل الإجراءات وخلاص، ما فاضلش أي حاجة عندهم غير إن الوقت يجي ويسافروا. يبقى أنا هنا عملت إيه؟ أنا هنا متأكد، أنا هنا مالي متأكد إن أنا خلاص كده كده مسافر، أنا ما عنديش النية بس، ده أنا مجهز كل حاجة. طب تاني حاجة بقى بستخدم فيها ال present continuous في ال future. تاني حاجة arrangements، الترتيبات arrangements with others، ترتيبات مع الآخرين. أنا مرتب مع ناس تانية إن أنا هعمل حاجة قريب في المستقبل القريب. طيب زي إيه مثلا؟ زي لما أقول لك I'm having lunch with my friends tomorrow. أنا هتغدى مع أصحابي بكرة. طب إيه يعني الفرق؟ هنا قال لك verb to be ووراه ing، يعني ده مضارع مستمر عشان أتكلم بيه عن المستقبل. هنا أنا مرتب ومحدد الميعاد وحاجزين مثلا في المكان ومظبطين كل حاجة وخلاص إحنا رايحين، أنا متأكد إن إحنا رايحين. تمام؟ يبقى أنا لو ناوي هختار be going to، لو أنا متأكد هختار verb to be و ing. يلا بينا دلوقتي هنبدأ في يونت 10 الوحدة العشرة، وهنشوف مع بعض أهم برضو الكلمات اللي موجودة فيها. أول حاجة عندنا account. لما حد يجي يقول لي ما تديني الأكاونت بتاعك، إيه هو الأكاونت ده؟ حسابي على الإنترنت. يبقى account يعني حساب على النت، زي مثلا حسابي على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. دلوقتي بقى هندخل مع بعض على يونت 10 على الوحدة العشرة، وزي ما اتفقنا هنعرف أهم الكلمات اللي موجودة فيه. أول كلمة عندنا كلمة account. لما حد يجي يقول لي اديني الأكاونت بتاعك، ايه هو الاكاونت ده؟ يعني حسابي على النت، زي مثلا الاكاونت بتاعي على التيك توك، على الانستجرام، على الفيسبوك وكل الحاجات دي. طب تاني كلمة عندنا كلمة settings معناها الإعدادات. friend request يعني طلب صداقة. لو انت قالب الموبايل بتاعك انجلش فهتلاقي لما حد يبعت لك قاعد على فيسبوك هيبقى مكتوب friend request اللي هو طلب صداقة. science fiction معناها خيال علمي. streaming platform، الكلمة دي مهمة جدا في اليونت ده. streaming platform معناها منصة بث محتوى. ايه منصة بث محتوى دي؟ قال لي ان دي عبارة عن مواقع او تطبيقات بتسمح لك انك تتفرج على محتوى معين. زي ايه مثلا؟ زي اليوتيوب ده ابلكيشن، تطبيق بيسمح لك انك تتفرج على فيديوهات. زي نتفليكس كمان برضو هو ابلكيشن بيسمح لك انك تتفرج على الافلام والمسلسلات. ويبقى كمان قول لنا في الكومنتس ممكن ايه تاني يكون streaming platform، منصة بث محتوى. عندنا الكلمة اللي بعد كده كلمة machine learning يعني تعلم الآلة. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي اللي هو اختصاره ال AI، واخد ال A من artificial وال I من intelligence، ال AI الذكاء الاصطناعي. كلمة app اللي هو التطبيق اللي هو اختصار كلمة application. طيب generation اللي هو الجيل. كلمة algorithms يعني الخوارزميات. ايه هي الخوارزميات دي؟ ايه الكعبلة دي كلها؟ لا هبسطها لك. تعالى كده هخليك تتخيل ان الخوارزميات دي واحد صاحبك ما بيحبكش قاعد كده على جنب، وكل ما تعمل حاجة ماسك لك ورقة وقلم وبيكتبها لك. مثلا شافك بتتفرج على فيديوهات كورة فكتب عنده ان انت بتحب تتفرج على الكورة. شافك بتحب تتفرجي على الميك اب والهدوم فبرضه كتب عنده انك بتحبي تتفرجي على الميك اب والهدوم. شافك بالليل قاعد مسخسخ على نفسك من الضحك وعمال تضحك على الفيديوهات التافهه، فهيعمل ايه؟ هيكتب برضه عنده انك بتحب الفيديوهات التافهه، وبعدين هيطلع لك كل ده مره واحده. الخوارزميات ماشيه بمبدأ اللي تحبه اطلع لك منه اكتر.
يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما بتفتح تيك توك بتلاقي ان انت اكتر الحاجات اللي بتعمل سكرولينج عليها الحاجات اللي انت بتحبها. ليه؟ عشان الخوارزميات عارفين انك بتحب الحاجات دي. هو مش بيفكر، دي برمجة، هو متسيستم على كده، بيعمل الاوامر وبس. يبقى الخوارزميات كأنه واحد صاحبي قاعد بيدون كل حاجة أنا بعملها وبيطلع لي الحاجات دي كلها مرة واحدة. فما تزعلش لما تلاقي نفسك قاعد عمال تسكرولينج على فيسبوك وتيك توك من غير أي فايدة لمدة 3 ساعات مثلا. كلمة private معناها خصوصي أو سري، حاجة خاصة بيا. personalized معناها يخصص أو يعدل، بيخصص الحاجة، بيخليها يعني تبعه. upload معناها يرفع شيء على النت. لو أنا عايز أرفع فيديو على النت أو صورة على النت يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بعمل upload، والباست بتاعها uploaded، حاطط لك الإي دي. طيب download معناها يحمل شيء من على النت. لو أنا هرفع حاجة على النت يبقى أنا كده بعمل upload. طب بحمل حاجة من النت يبقى أنا بعمل download، وبرضو الباست downloaded. نخش على الجدول اللي بعده. كلمة pros مميزات، كلمة cons يعني عيوب. هياها pros هي كلمة advantageous، وcons العيوب disadvantageous. طب value يعني قيمة. chart column in silent، chart column يعني مخطط بياني عمودي. sickness كلمة sick يعني مريض، sickness يعني المرض نفسه. طب sports event معناها حدث رياضي. disability معناها إعاقة. طيب عندنا wheelchair يعني كرسي متحرك. Paralympics يعني الألعاب البارالمبية، ودول بيكونوا لذوي الاحتياجات الخاصة مش للناس العادية. كلمة habit معناها عادة أنا متعود أعملها. addicted يعني مدمن، وبيجي وراها حرف الجر to، أقول لك addicted to مدمن لحاجة. outweigh يعني يفوق شيئا أهمية، من الآخر حاجة أهم من حاجة تانية، أو حاجة أكثر قيمة من حاجة تانية. كلمة evaluated يعني قيم، evaluate يعني قيم، والpast evaluated. طب كلمة achievement يعني إنجاز. final يعني نهائي، حاجة نهائية. طب champion يعني بطل. وديجيتال هابتس معناها العادات الرقمية. ايه العادات الرقمية دي؟ الحاجات اللي انا بعملها وانا بستخدم التكنولوجيا، زي مثلا انا بستخدم الموبايل كل قد ايه، لما بقعد عليه بفتح انهي ابلكيشنز اكتر، وبتفرج برضو على ايه اكتر، وهكذا. طب terrible معناها فظيع او مروع، حاجة بشعة. ندخل هنا على الاكسبريشنز collocations and prepositions. خلاص بقى اتعودنا ان الجدول ده بتاع حروف الجر والتعبيرات. عايزه اقول يحل مشاكل. دايما كده في كل شله هتلاقي واحد حلل المشاكل، تروح له باي مشكله يحلها لك. هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا solve problems يعني يحل مشاكل. طب upload a video، upload قلنا معناها ان انا برفع الفيديو على النت. طب download an app معناها ان انا بحمل تطبيق من النت. make notes معناها يسجل ملاحظات. take photos معناها يلتقط صور، بياخد صور. get sunburn معناها يصاب بحروق من الشمس، يحصل له حروق من الشمس. طب take place معناها يحدث. suitable for معناها مناسب او ملائم ليه. تمام، مثلا اقول لك this t-shirt is suitable for me، التيشيرت ده مناسب بالنسبه لي، مناسب ليا. focus on والكلمه دي مهمه جدا. focus on معناها يركز على. focus on your goals، ركز على اهدافك. addicted to وقلنا يعني مدمن على حاجه. in a wheelchair، يبقى wheelchair يجي وراها in لما اكون عايزه اقول على كرسي متحرك. play against، يعني ايه كلمة against؟ يعني ضد. لما اقول لك play against يعني بيلعب ضد. طب on the weekend معناها في عطلة نهاية الأسبوع، في الأجازة يعني. طب compare to معناها يقارن حاجة بحاجة تانية. كده احنا خلصنا برضو الجدول ده.
نخش على اللي بعده. Unit 10 conjunction of irregular verbs، برضو جايب لك تصريفات الأفعال للأفعال الغير منتظمة. يلا بينا نشوفهم مع بعض. كلمة يشتري يعني buy، والpast bought bought. يتعلم learn، now you are learning from me، دلوقتي انت بتتعلم مني. طب الpast learned أو learned، يا إما أقولها learned يا إما أقولها learned. طب والبي learned، يا دي. طب كلمة يشعر يعني feel، والpast felt. يرسم draw، AW for sound O، draw past drew drawn، drawn. ينسى، أنا بنسى كتير قوي، forget، والpast forgot forgotten. يفوز أو يكسب يعني win، والpast won برضو won. كده انت خلصت تصريفات الأفعال. نيجي هنا بقى قلنا على السينونيمز والانتونيمز، المرادف والتضاد. عندنا كلمة اصطناعي، حاجة صناعية يعني artificial، هياها كلمة man made. يعني ايه man made؟ يعني حاجة من صنع الإنسان، يعني حاجة اصطناعية مش طبيعية. طب الانتونيم بتاعتها اللي هي natural، طبيعي. هائل الحجم يعني ضخم massive، هياها huge. وعكس حاجة ضخمة، ايه؟ حاجة صغيرة جدا، صح؟ يبقى tiny. طب حاجة خصوصية أو سرية بالنسبة لي يعني دي كده private، هياها personal وsecret. personal وsecret وprivate معناها خصوصي أو سري، حاجة خاصة بي أنا. طب وعكسهم public، وpublic معناها إيه؟ عمومي للناس كلها. طب مميزات قلنا يعني pros، هياها كلمة advantageous، والانتونيم cons، وcons يعني عيوب. طب رأسي أو عمودي vertical، عمودي يعني vertical، هياها upright، وأفقي horizontal يعني أفقي. طب فظيع، حاجة فظيعة، حاجة وحشة قوي يعني terrible، هياها awful. والعكس بتاعهم wonderful، عكس حاجة فظيعة، حاجة حلوة، حاجة جميلة رائعة. طب سريع يعني fast، والسينونيم هياها كلمة quick. طب والانتونيم عكس حد سريع، حد بقى ايه؟ بطيء، صح؟ بطيء يعني slow. يبقى ده كده الكلمة الورد والسينونيم وكمان الانتونيم. قلنا في الجدول ده بيجيب لي البريفكس والسفكس، البداية والنهاية. تعالى بقى نشوف. كلمة suggest معناها يقترح، بيقترح يعني ده فعل، صح كده؟ كلمة express معناها يوضح أو يشرح. كلمة behave معناها يتصرف. كل دول أفعال. طب هعمل إيه؟ قال لي في كلمة suggestion أنا هزود لها ION، دي أول حاجة أنا هزودها. كلمة suggestion هنا معناها اقتراح، suggest يعني يقترح، suggestion يعني اقتراح، يبقى أنا حولت الفعل الاسم. express يعني يشرح، expression يعني تعبير. express يعني يعبر أو يشرح، وexpression يعني تعبير، حولت برضو الفعل لاسم. behave يعني يتصرف. طب behavior حطيت IOR. behavior معناها التصرف أو السلوك، ادي behavior اللي هو السلوك أو التصرف. يبقى أنا هنا عملت إيه؟ حطيت ION وحطيت IOR عشان أحول الفعل لاسم. طب نخش على اللي بعدها. كلمة personal معناها ان الحاجه دي ايه؟ شخصيه، صح؟ حاجه خاصه بيا انا، يعني دي كده adjective، دي صفه. طب انا حطيت لها IZE، ادي الاي زي اي، حولتها لايه؟ حولتها لفعل. personalize معناها يخصص، انا بخصص الحاجه دي كده بخليها ايه؟ تبعي يعني. طب كلمه health يعني صحه، وكلمه digit يعني رقم، يبقى دول كده ايه؟ اسماء، صح؟ طب أنا هنا حطيت الواي خليتها healthy صحي، فحولت الاسم لصفة. digit رقم. طب digital حطيت al خليتها رقمي، وصفت الحاجة إن هي صحية أو رقمية، يبقى حولت الفعل الاسم لصفة. طب كلمة ability معناها القدرة، المقدرة، أقدر إن أنا أعمل الحاجة ديت، أنا ما عنديش مثلا إعاقة أو ما عنديش أي حاجة تمنعني إن أنا أعمل شيء معين. طب حطيت لها في الأول this بتديني عكس المعنى، ability يعني المقدرة، طب disability يعني عدم المقدرة.
كلمة play يعني يلعب، ده فعل، وكلمة win يعني يفوز. طب player اللاعب، winner هنا في غلطة بس سوري، winner يعني الفائز، يبقى play يلعب، player لاعب، win يفوز، winner الفائز. طب هنا كلمة sick معناها مريض، دي صفة أنا بوصف الشخص إن هو مريض. طب زودت لها NESS خليتها sickness، وsickness يعني المرض، يبقى أنا حولت الصفة لاسم. كده احنا خلصنا السافكسز والبريفكسز، بدايات والنهايات. دلوقتي بقى هندخل على أكتر درس جرامر سبب مشكلة لأجيال وأجيال وعمل عقدة لناس كتير قوي مع إنه سهل وبسيط، وهو قاعدة إف. قاعدة إف أو الحالة اللي بيتقال فيها إف بإذا أو لو. إف معناها إيه؟ إذا أو لو. حالاتها كتير قوي، ما تعدش يا جيمي، بس أنت عندك في المنهج حالتين: الزيرو كونديشنال الحالة الصفرية، وعندك الفيرست كونديشنال الحالة الأولى. يبقى أنا النهاردة هركز على أول حالتين من قاعدة إف اللي هي الحالة الصفرية والحالة الأولى. طب تعالى كده هبسطها لك. لما أجي أقول لك هو أنت لو سخنت المية هتغلي؟ فهتقولي أكيد هتغلي، دي حاجة حقيقية، لو سخنت المية هتغلي. طالما قلت حاجة حقيقية يبقى الحالة الصفرية الإف. حقيقة حالة صفرية. طب لو جيت قلت لك هي الدنيا لو شتت بكرة هتفضل قاعد في البيت؟ فانت تقولي مش عارف، ممكن، دي حاجة لسه هتحصل في المستقبل، لو حصل والدنيا شتت هفضل قاعد في البيت. يبقى طالما قلت لو حصل هيحصل، دي كده الحالة الأولى الإف. طب تعالى بقى نفهم الموضوع ده بشكل رايق كده. أنا هقسم إف عندك دلوقتي للحالتين بتوعنا، هنحط إف أهو في النص وهنقسمها للحالتين. عملي بقى هنقسمها للحالتين. ايه هما الحالتين؟ قال لي the zero conditional وكمان the first conditional. zero conditional و first conditional، الحالة الصفرية والحالة الأولى. طيب هقول لك دلوقتي المفاتيح أو الكي ووردز بتاعتهم. إيه هي الكي ووردز؟ zero conditional اعرف لي إن هي دايماً صح. يعني إيه دايماً صح؟ يعني حقيقة. طب the first conditional الحالة الأولى اعرفها لي بجملة لو حصل هيحصل. يعني ايه؟ لو حصل حاجة دلوقتي هيترتب عليها حاجة تانية في المستقبل، لو حصل كذا هيحصل كذا. دي كده الخلاصة الزتونة. يبقى the zero conditional دايما صح، the first conditional لو حصل هيحصل. طب تعالى نمسك واحدة واحدة منهم. أول حاجة هبدأ بيها the zero conditional اللي هي الحالة الصفرية. طب أنا بستخدم الحالة الصفرية ليه؟ قلنا عشان نتكلم عن حقائق، حاجات حقيقية مش هتتغير، مش هينفع إنها تتغير. زي إيه مثلا؟ لو أنا جيت قلت لك أول example عندنا if you heat water to 100 degrees Celsius it boils. طب ايه كمان؟ لو قلت لك if you touch fire you get burned. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ احنا عندنا هنا الحالة الصفرية الإف هتحط لي إف في الأول اللي هي معناها إذا أو لو، هتلزق لي معاها present simple. إيه هو present simple؟ المضارع البسيط. وإحنا عارفين إن المضارع البسيط أمره سهل وبسيط، مفرده بيحب الإس. يعني المضارع البسيط he وشي وإيت وأي اسم مفرد يجي معاهم الفعل في اس اي اس اي اي اس. يبقى أنا هجيب إف
بعدها present simple مضارع بسيط. طب وبعدين present simple تاني، هنا بس هعمل comma present simple. يبقى if present simple مضارع بسيط وهفصل في النص ما بينهم بايه؟ بالكوما. طب ايه ده؟ هي if لازم تجيلي في الاول بس ما ينفعش تيجي في النص؟ لا ينفع تيجي في النص. هحط هنا if اهو في النص وهجيب قبلها present simple مضارع بسيط، والجملة التانية برضو اللي بعدها present simple مضارع بسيط. طب تعالى نطلع تاني للجملتين اللي كتبناهم فوق اللي هم ايه؟ if you heat water لو انت سخنت المية. حلو، ادي عندك you الفعل في المصدر ده مضارع بسيط. if you heat water to 100 degrees Celsius لو سخنت المية ووصلتها ل 100 درجة مئوية ايه اللي هيحصل؟ it boils. هو انا ليه هنا حطيت اس؟ عشان it من اصحاب الاس وده مضارع بسيط فحطيت للفعل اس. هتغلي، لو انا سخنت الميه ووصلتها ل 100 درجه مئويه هتغلي، دي حاجه حقيقيه. طب تاني مثال if you touch fire لو انت لمست النار ايه اللي هيحصل؟ you get burned هتتحرق. هل انا لو انا لمست النار هيحصل لي حاجه تانية غير ان انا اتحرق؟ لا طبعا. يبقى دي كده الحاله الصفريه لقاعده if اللي هي بتعبر عن الحقيقه. دايما صح، دي حاجه حقيقيه. if you freeze water لو جمدت الميه it becomes solid هتبقى صلبه مش محتاجه حاجه. if babies are hungry لو الاطفال جعانين they cry هيعيطوا او هم اصلا بيعيطوا. ده ايه؟ دي حاجه حقيقيه. هل لما الاطفال الرضع الصغيرين بيجوعوا بيعملوا حاجه غير ان هم يعيطوا؟ لا برضه. يبقى دي كده الزيرو كونديشن اللي هي الحاله الصفريه الاف. حلو جميل. طب تعالى هنا بقى، مش احنا قلنا ان كلمه اف ممكن تيجي في الاول وممكن كمان تيجي في النص؟ طب ما تيجي نشقلب. ازاي هتيجي في النص؟ يعني هجيب الجمله الثانيه الاولى وهجيب الجمله الاولى الثانيه هعكسهم. طب تعالى نعكس المثالين دول. if you heat water it boils. طب يلا اعكس بقى هنا water boils الميه هتغلي if you heat it to 100 degrees Celsius. انا هعكسها هقول هي هتغلي او الميه هتغلي لو انا سخنتها لحد 100 درجه مئويه. طب يلا نعكس الثانيه هقول ايه؟ you get burned هتتحرق if you touch fire لو انت لمست النار. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عكست الجملتين، ما عملتش حاجه مختلفه. طب هنا عندنا النيجاتيف ونيجاتيف يعني النفي. نيجاتيف يعني النفي. طيب النيجاتيف هعمل فيه ايه؟ قال لي بمنتهى السهوله هتحطي لي كلمه if عادي وبعدين هتنفي طبعا في المضارع البسيط بدون to doesn't زي ما احنا متعودين، وهروح جايب الفيرب وراهم في الانفينيتيف الفعل في المصدر. دي كده اول جمله. هحط الكوما واروح كاتب هنا البريزنت سمبل المضارع البسيط برضو. لما اجي مثلا اقول if you don't water plants لو انت ما عملتش ايه؟ لو انت ما سقيتش النبات اهو ادي كلمه don't جا وراها الفعل في المصدر. if you don't water plants لو انت ما سقيتش النبات ايه اللي هيحصل؟ they die هيموتوا. شكرا، دي حاجه حقيقيه. لو انا ما سقيتش النبات هيموتوا اكيد. طب واحده كمان if she doesn't sleep well لو هي ما نامتش كويس she gets sick هتبقى تعبانه. دي حاجه حقيقيه شبه كده بالظبط. لو انت ما نمتش كويس هتبقى تعبان. ادي كلمه she جا وراها طبعا doesn't وdoesn't جا وراها الفعل في المصدر، والجمله الثانيه ادي برضو مضارع بسيط. يبقى if مضارع بسيط الحاله الصفريه اللي هي خلاصتها ايه؟ كلمه دايما صح. حاجه حقيقيه مش تتغير. تعالى بقى دلوقتي نعرف اخر حاجه مع بعض وهي the first conditional. ايه the first conditional ده؟ قلنا خلاص بقى الحالة الأولى لقاعدة مين؟ لقاعدة if. طيب احنا قلنا zero conditional الحالة الصفرية دايما صح.
طب الحالة الأولى قلنا لو حصل هيحصل، يبقى إيه هو التكوين بتاع الحالة الأولى يا ترى يا ترى يا ترى؟ هتحط الأول if اللي هي معناها إيه؟ إذا أو لو. هتلزق لي فيها مين؟ هتلزق لي فيها ال present simple، المضارع البسيط. انت عليك حالتين في المنهج، if وراهم لازق ال present simple، ما تغيرهاش تحت اي ظرف وتحت اي احتمال. حلو، if present simple على طول. حط لي الكوما ما تنساهاش، هتحط لي الجمله اللي وراها will والانفينيتيف. مش انت قلت لو حصل هيحصل، يعني في المستقبل، يعني will مصدر. طيب if present simple will مصدر. طب تعالى كده نشوف جملة. طب يلا بينا دلوقتي نكتب الجملة. if they don't hurry، لو هم ما استعجلوش نفسهم ما انجزوش كده، they won't find seats. they won't find seats، مش هيلاقوا حتة يقعدوا فيها. لو ما أنجزوش مش هيلاقوا حتة يقعدوا فيها. طب another example، مثال تاني. if we don't save money، if we don't save money، لو احنا ما وفرناش فلوس، لو احنا ما حوشناش، ايه اللي هيحصل؟ we won't travel in summer، مش هنسافر في الصيف، ما انا اكيد ما انا معيش فلوس يعني. يبقى انا لو ما حوشتش مش هسافر في الصيف. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعكس، مش احنا قلنا ان كلمة if ينفع تيجي في النص؟ طب تعالى يلا بينا نعكس الجملتين. هنعمل كده اهو، المنظر ده كده وكده. طب يلا بينا اعكس لي كده. they won't find seats، مش هيلاقوا مقاعد، مش هيلاقوا حتة يقعدوا فيها. ها، if they don't hurry، لو ما أنجزوش. طب المثال التاني، we don't travel in summer، مش هنسافر في الصيف. if we don't save money، لو ما وفرناش فلوس أو حوشنا. يبقى if ممكن تجيلك في الأول، ممكن تجيلك في النص. جاتلك في النص هتبقى عايز بس تشقلب، بس خلي بالك اتفقنا ان كلمة if يلزق فيها مضارع بسيط بس كده. واتفقنا خلاص كمان ان الحالة الاولى كان معناها لو حصل هيحصل. وشكرا. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو ده يبقى انت كده استفدت من مراجعة الأبطال. احنا راجعنا معاك أهم الكلمات اللي موجودة في يونت 9 و10، كمان أهم دروس الجرامر، وادينا لك المفاتيح بتاعت كل درس اللي هتقدر انك تطبق بيها على كل سؤال هيجيلك ان شاء الله. استنوا مني فيديو جديد لحل الأسئلة عشان تكون طبقت على الوحدتين وشفت كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك عليهم. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك للفيديو وسيب لي كومنتس، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. See you later!